باشرت السلطات الصحية بإقليم العرائش تفعيل فرق طبية متنقلة من أجل تأمين الأدوية والعلاجات الأساسية لفائدة الساكنة المتضررة من الفيضانات الأخيرة، وذلك في إطار التدخلات الاستعجالية الرامية إلى الحد من التداعيات الصحية لهذه الكارثة الطبيعية. وتعمل هذه الفرق المتنقلة على التنقل بين الدواوير والمناطق المعزولة لتقديم الأدوية الضرورية ومراقبة الوضع الصحي للسكان، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال، إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية والتوجيه الطبي اللازم. وتأتي هذه الخطوة في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الساكنة في الولوج إلى المراكز الصحية بسبب تضرر البنية التحتية وانقطاع بعض المسالك الطرقية جراء ارتفاع منسوب المياه. وأكدت مصادر طبية أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان استمرارية العلاج وتفادي أي مضاعفات صحية محتملة، خصوصاً مع تزايد مخاطر الأمراض المرتبطة بالمياه الراكدة والظروف المناخية القاسية. وتندرج هذه التدخلات ضمن مخطط استعجالي شامل تشارك فيه مختلف المصالح المعنية من سلطات محلية ووقاية مدنية ومصالح صحية، من أجل التخفيف من معاناة المتضررين وتسريع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.